يا عم ناتشو مالك يابا؟ في إيه؟ دي مش طريقة دفاع، دي طريقة باليه اللي انت بتعمله دوت. طريقة باليه اللي انت بترفع رجل، انت بتعمل ايه؟ يا السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. وانقلب السحر على الساحر. يعني لك ان تتخيل ان ريال مدريد اتعمل عليها ريمونتادا في الدقيقة 93 من مين؟ من الغريم يعني، او مش من الغريم قوي عشان الغريم دلوقتي بقى جيرونا مش برشلونة، ولكن ممكن نقول عليه الجار الرخم، الجار الرزل اللي هو اتلتيكو مدريد. لكن الحق يقال هي كانت رومونتادا متوقعه. تقول له ازاي متوقعه؟ انت عندك واحد اسمه ناتشو هو اللي كان السبب في ان الجون يخش فيه. بقول لك لا والله مش ناتشو. هو فعليا، او ان انت شايف ناتشو، ولكن في حاجه بتقول لك ايه؟ اللي بيضيع بيستقبل. ريال مدريد ضيعت اكتر من 4 او 5 كور في الشوط الثاني، كان طبيعي جدا ان هي تستقبل اجوان. والجون بقى كان ليه دايما يبقى فيه سبب. السبب مين بقى هنا؟ كان ناتشو. دوت كان اول سبب. تاني سبب، انت عندك الظلم التحكيمي اللي باين قوي في الدوري الاسباني. يعني دوت بالنسبه لراي الشخص المتواضع اللي ممكن ناس كتير قوي تختلف معايا عليه. ان انت عندك جيرونا اللي حصل معاه امبارح يعني حاجه. عندك برضو برشلونه بيحصل معاها حبه حاجات كده اللي هي ايه، مش طبيعيه والله. ممكن تحط كل الاسباب دي على بعض ويطلع لك النتيجه اللي حصلت النهارده. ولكن يعني للناس اللي متفائله اللي بتحب برشلونه او جيرونا، يعني ما تتفائلوش كتير. لان دوت عادي عادي في الدوري الاسباني، فرق نقطتين ما فيش اي مشكله. الموسم دوت بتاع ريال مدريد، وانا يعني بنسبه 75% الموسم دوت بتاع ريال مدريد ما فيهاش كلام. انت عندك برشلونه واقع، وعندك جيرونا اللي هو ايه، اللي طلع بس كده مش عارف هيبقى نفسه طويل ولا لا. وعندك الماتش الجاي بقى ما بين ريال مدريد وجيرونا. هنا في النص الاولاني اتفشخت قدام ريال مدريد، فمش عارف النص التاني اللي هو الماتش الجاي ما بين ريال مدريد هتعمل معاها ايه. ولكن يعني شخصية البطل فعلا هتظهر بتاعت ريال مدريد، فكك من اللي حصل النهارده دوت. لكن هيبقى ماتش نار. ليه؟ لان انت عندك جيرونا 56 وعندك ريال مدريد 58 وفرق نقطتين، واللي هيكسب هو اللي هيركب الدوري. فماتش انا مستنيه من دلوقتي، من دلوقتي. كلمة أخيرة هقولها لبيلينجهام: بالله عليك يا شيخ، انت راجل توب التوب. فما تركزش قوي بقى على حوارات ضربات الجزاء دي. يعني العب عادي، العب عادي. فكك بقى من ان انت ايه بتقع وتغلط عشان تجيب ضربة جزاء يعني. ما لهاش لازمه، انت كده كده بتجيب اجوان. يا عم ناتشو مالك يابا؟ في إيه؟ دي مش طريقه دفاع، دي طريقه باليه اللي انت بتعمله دوت. طريقه باليه اللي انت بترفع رجل، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يابا؟ كان في دماغك ايه وانت بتعمل اللي انت بتعمله دوت اما الجون دخل في ريال مدريد؟ هنشوف. عايز اعرف توقعاتكم بالنسبه للماتش الجاي بتاع ريال مدريد وجيرونا. مين اللي هيفشخ مين؟ ولا الماتش يخلص تعادل وجيرونا هتعمل القنبله وتبقى كسبت ريال مدريد وبرشلونه وتاخد الدوري؟ يعني بص، دي احلام يقظه شويه، ولكن والله كل حاجه بتتحقق. وممكن يعني تبقى ليستر الدوري الاسباني. ولا سخانك، انا معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب، اعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب واعمل لي لايك وقول لي ايه رايك. لو انت بقى مش عندي على الفيسبوك، تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي كل جديد، هتلاقي اخبار، هتلاقي ستوريز، هتلاقي مقالات، هتلاقي حاجات كتير قوي. فتعالى و